السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم طلاب الصف الثامن الأعزاء المترفعين من الصف السابع للعام الدراسي 2026-2027. إذا أول مرة بتشوفوا القناة اشتركوا فيها لأنكم كثير رح تستفيدوا. أنا رح إن شاء الله أكون معكم خطوة بخطوة بجميع الكتب المدرسية، سواء كان الكتاب الداعم أو كتاب الطالب أو كتاب التمارين. واحكوا لي أي كتاب أنتم بتفضلوا إنه أنا أركز لكم عليه أكثر. اليوم درسنا زي ما أنتم شايفين من كتاب التمارين، وبدنا نبلش باستعد لدراسة الوحدة. ليش؟ لأنه لازم الطالب يكون يعني يعمل ريفرش للمعلومات اللي عنده قبل البدء بالمادة الدراسية. طبعا في عنا زي ما أنت شايف 4 وحدات. الوحدة الأولى الأعداد الحقيقية، الوحدة الثانية التحليل أو تحليل المقادير الجبرية، الوحدة الثالثة المعادلات الخطية بمتغيرين، والوحدة الأخيرة المثلثات المتطابقة. طبعا كان في دروس أكثر من هيك بهاي الوحدة، ولكن تم التعديل عليها. آه، طبعا هون عندي أستعد لدراسة الوحدة. بتحكي عن بداية الجذور التربيعية والتكعيبية، وهي تابعة للدرس الأول. طبعا الجذر التربيعي بيعطيني دائما العدد اللي أو أصل العددين اللي انضربوا ببعض لحتى يعطوني العدد اللي تحت الجذر. فمثلا ال 49 هي عبارة عن جذرين متشابهين انضربوا ببعض وهو السبعة، فجذر 49 التربيعي 7. الجذر التكعيبي للألف يساوي 10. هدول طبعا كلياتهم احنا حافظينهم حفظ صراحة، واللي مش حافظهم يحفظهم لأنه كثير رح يلزمونا بالوحدة. الجذر التكعيبي للسالب 27 هي سالب 3. طبعا لما بتشوف إشارة سالبة تحت الجذر التكعيبي مباشرة الإشارة السالبة نزلها على الناتج. شو اسمه الجذر التربيعي لل 64 8، الجذر التربيعي لل 121 11، الجذر التكعيبي لل 64 4. خلصنا بكل بساطة الخطوة الأولى. استعمال التحليل إلى العوامل الأولية لإيجاد الجذور التربيعية لأعداد كلية كبيرة. هلا هذا البارت بده تحليل للعوامل الأولية. ماشي، فركز معي. الأعداد الأولية هي عبارة عن العدد 2 و3 و5 و7 11 13 وإلى آخره. تمام، هذول هم الأعداد الأولية اللي أنت لازم إنك تستخدمهم لعملية التحليل. فخلينا نبلش بأول 3 فروع، واللي هم فرع السابع والثامن والتاسع. 484 هاي بتقسم من الأعداد الأولية على الاثنين، لأنه الآحاد زوجي فبتقسم على 2. 4 تقسيم 2 2، 8 تقسيم 2 4، 4 تقسيم 2 2. برضه هذا العدد بيقسم على 2 لأنه آحاد زوجي فبقسم على 2. 2 على 2 1، 4 2 2، 2 على 2 1. ال 121 بتقسم على 11، فيها ب 11، 11 تقسم على حالها. إذا صار عندنا هدول هم الجذور الخاصة بال 484. باخذ من كل شغلتين متشابهات واحدة، باخذ من الاثنينتين 2 ومن ال 11تين 11، بضربهم ببعض. 2 ضرب 11 بيساوي 22. ننتقل للي جنبها 1225 بتقسم من بين الأعداد الأولية على الخمسة، لأنه أي شيء أحد وخمسة بقسم على الخمسة. فبعد ما نقسم بيطلع معانا الناتج 245. برضو بتقسم على خمسة لأنه الآحاد خمسة. بيطلع معي 49. بتقسم على 7، 7 بتقسم على حالها، بتكون انتهت العملية. فباخذ من كل عددين متشابهين عدد وبضربهم ببعض. هذا هو الجذر التربيعي. فكرته انك بتضرب الاشياء المتشابهة
من كل شغلتين متشابهة بتاخد واحدة، والتكعيبة من كل 3 شغلات بتاخد واحدة، فبيطلع معانا 35 جذرها التربيعي. 2304 هنا برضه تحليل للعوامل الأولية، آحادها زوجي، بتقسم على 2، فبيطلع معي 1125 تقسم على 5، إذا حكينا 2304 تقسيم 2، 1100، عذرا 1152 تقسم على 2 لأنها زوجي، فبيطلع معانا 576، ترجع تقسم برضو على 2 تعطيني 288 تقسم على 2 تعطينا 144 تقسم على 2 تعطينا 72 تقسم على 2 تعطينا 36 تقسم برضو على 2 أو على 3 ما في مشكلة، يطلع معانا 18 برضو تقسم على 2 يطلع معانا 9 تقسم على 3 3 3 1. انتهت العملية. باخذ من كل عددين متشابهين عدد واحد، من هون باخذ عدد، من هون من الاثنينات، من الاثنينات ومن الثلاثات، فبضربهم بيطلع معي كالآتي: 2 ضرب 2 مكررة 4 مرات، في عندي 4 أزواج، وهي هون عندي 3 وحدة، إنه زوج واحد عندنا هنا. ف بعد ما نضربهم ببعض بيطلع معانا طبعا 4 اثنينات مضروبات ببعض بيطلع الناتج 16، بضربهم 3 بيطلع 48، هو جذرها التربيعي. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من السؤال. وصلنا لل 225 تقسم على 5 فيها ب45 تقسم على 5 فيها 9 تقسم على 3 3 3 1. هاي احفظها عشان تريح راسك. بيطلع عندي 5 ضرب 3 وتساوي 15. تمام. 441 برضه بحلل للعوامل الأولية. هون بجمع المنازل 1 و4 5 5 و4 9 معناته بتقسم على 3. 441 تقسيم الثلاث فيها 147 برضه بتقسم على 3، مجموع المنازل من مضاعفات الثلاث بتطلع 49 تقسم على 7 فيها 7 7 بتقسم على حالها، فبيطلع عندي 3 ضرب 7 ويساوي 21. وعندنا أخيرا 1089 تقسم على 3 برضه لأنه مجموع منازلها من مضاعفات الثلاث، فيها 336 و63 آسفة، تقسم على برضه 3 فيها 121 على 11 11 11 1، وهي عبارة عن 3 ضرب 11 بتساوي 33. هدول برضو حلو لو حفظتهم بيريحوك لو أجاك سؤال في هاي الوحدة. ننتقل للي بعده. طبعا احفظ الناتج، يعني انت كيف ناتج الجذر النهائي. طيب خاصية التوزيع، استعمل خاصية التوزيع لتبسيط كل مقدار جذري من ما يكتب. حلو. بكل بساطة بدي أدخل 5 لجوات القوس، وبصير عندي 5A زائد 15. أدخل ال3 لجوات القوس بتصير 29 ناقص 3W، أدخل جوات القوس بتصير 10X زائد
8. بدخل الخمسة اللي جوات القوس بتصير 15. واي زائد 45. بدخل 9 لجوات القوس تصير 18 إكس زائد 9. بدخل 8 جوات القوس بتصير 96 زائد 8 إكس. ننتقل الآن للي بعده. الجزئية هاي تابعة للدرس الثاني وهو الخاصيتين التجميعية والتبديلية. هون بدي أجمع الثلاث مع ال 12، بنزل الآر زي ما هي فبحكي آر زائد 15. هون بدي أجمع 7.5 مع 6.2 وأنزل الواي زي ما هي، بنتج معي واي زائد 13.7. هون بدي أدخل 8 جوات القوس أضربها ضرب 6 بيطلع معي 48 زد. هون بدي أجمع الخمسة مع الستة بالخاصية التجميعية فبيطلع معي 11 زائد واي. بدي أجمع 14 مع الستة بيطلع معي 20 زائد زد. بدي أضرب الخمسة ضرب الاثنين بيطلع معي 10 اتش. نروح للي بعده، حل المعادلة الخطية بمتغير واحد. هنا بدي أنقل 16 للطرف الثاني، بصير عندي 3 إكس بيساوي 25 ناقص 16. 3 إكس بيساوي 25 ناقص 16 9. نقسم الطرفين على 3 إكس بتساوي 3. هون بدي أنقل 12 للطرف الثاني ربع، واي بتضل موجودة. 30 ناقص 12 ربع واي تنزل. هون بيطلع معي 18. اضرب الطرفين ضرب 4 لحتى أتخلص من الربع. رح الأربعة مع الأربعة هون صفي عندي 1 واي أو واي. و18 ضرب الأربعة بيساوي 72. هون هاي المعادلة بدي أحلها هون بهذا الفراغ. أنقل 37 الطرف الثاني عندي 82. 82 ناقص 37 يساوي 5 بي. 82 ناقص 37 بيساوي 45 يساوي 5 بي. بقسم الطرفين على 5 بي بتساوي 9. تمام. هاي إجابات المعادلات الموجودة أو حلولها. ننتقل الآن أعزائي الطلبة للي بعده. بحكي لنا اكتب كل مما يلي على صورة A على B، يعني بده إياه يكون فقط شكل بسط على مقام. ماشي. أخذتوا هذا النتاج في صف سابع. هون بدي أضرب وأجمع. المقام يبقى ثابت. 5 ضرب الواحد 5 زائد 2 7. هيك صارت A على B. هون 36 على 100 لأنه عندي هون منزلتين عشريات. هون سالب 6 على 1. هون 80 على 100. هون بضرب وبجمع فبنتج معي 9 على 4. هون بحول لصورة كسرية تصير 7 على 100. بس هيك بكل بساطة. ننتقل للي بعده. ترتيب الأعداد النسبية تصاعديا وتنازليا، وهو تابع للدرس الرابع. نبلش بالترتيب التصاعدي بسؤال 34. في عندي عددين سالبين لازم أقارن بينهم وأشوف مين الأصغر فيهم. هلأ 15 تقسيم 8 تقريبا سالب 1.88 لأقرب جزء مني أنا قربتها. ماشي. فبتطلع عندك السالب 2 أصغر منها. السالب 2 بالأول بيجي وراها السالب 15 على 8 بيجي وراها عندك 84 و16 على 3. 16 تقسيم 3 تقريبا هي 5.3.
فصفت 4.8 أصغر، وآخر إشي 16 على 3. تمام. نروح لسؤال رقم 35. نفس الإشي نبلش بالأعداد السالبة بالأول. الأصغر هو -2، وراه بيجي -1، هيك خلصنا منهم. هلا الأعداد الموجبة 3 على 5 هي تقريبا 6/10، بينما هاي دوري، يعني هي عبارة عن 6.6.6 بتضل تتكرر للما لا نهاية. فبالتالي الأصغر هي 3/5، وآخر إشي 6/10 دوري. تمام. ننتقل الآن للترتيب التنازلي. بنبلش فيه بالأعداد الموجبة، بنخلص من هاي لأنها موجبة في الفقرة الأول. 7 على 12، هلأ هدول كلهم سالبات. بنشوف 5/8 هي تقريبا 625 بالألف سالبة. هلأ أكبر وحدة بين هدول السالبات هي الأقرب فيهم إلى الصفر، والأقرب للصفر هاي السالب 6/10، بيجي وراها السالب 625 اللي هي نفسها السالب 5/8، وآخر إشي بتيجي 75%. نروح لسؤال رقم 37. العدد الموجب هو الأكبر. في عنا عددين موجبات هنا، الثلاث أرباع هي 75%، والثمانية عشرة هي 8/10 زي هيك شكلها، فأكيد هي أكبر 8/10. بعدين بيجي وراها 75%. خلصنا منهم. نيجي للأعداد السالبة. عندك هون -7/10 وسالب 75%. أيهما أكبر؟ الأقرب للصفر السبعة، السالب 7/10، وآخر إشي سالب 75%، يلي هي نفسها. هسه بكتب لك إياهم زي ما هم بالسؤال. هلا 8/10 هي نفس 8/10، ماشي. بكتب لك إياهم بصيغتهم بالسؤال حتى ما تخرب. وهون 3/4 أجت وراها، بعدين السالب 7/10، وآخر إشي سالب 3/4. أوكي. يلا يا أبطال، نروح للي بعده. تحويل النسبة المئوية إلى كسرين العشرة. هاي بكل بساطة هيك بصير شكلها 18%، هاي بصير شكلها 91%. هاي بدها شوية شغل. هي عبارة عن 2.5 على 100، بحرك الفاصلة، بضيف صفر، فبتصير 25/1000. هيك بصير شكلها 9/10، 9% هيك بيكون شكلها. 10% هيك بيكون شكلها. و3/10% هي عبارة عن 3/10 مقامها 100. حرك هاي الفاصلة، بضيفها صفر، بتصير 3/1000 اللي هي 3/1000. أهو عشان تكون واضحة، رح تكون الإجابة هون تحت عشان تشوفوها بكادر الصورة. أوكي. يلا خلصنا من هون. نروح للفقرة اللي بعدها. هاي كلياتها الصفحة عبارة عن مثال أو أمثلة. هون إيجاد النسبة المئوية من عدد، وهذا خطوة كمان من صف سادس على فكرة خطوة. طيب كيف بيكون معطيك عدد ومعطيك عدة نسب؟ 1400 ضرب 5/100، روح صفرين مع صفرين، بضرب 14 ضرب 5 ويساوي 70. هنا 1400 ضرب 71/100، بيروح صفرين مع صفرين، 71 ضرب 14 بيساوي 994. هون 10% أو 10/100 ضرب 1400، بيروح صفرين مع صفرين، يساوي 140. هنا 1400 ضرب 35/100،
بيروح صفرين مع صفرين بضرب 35 ضرب 14 بيطلع 490. هون 1400 ضرب 40 على 100 بيروح صفرين مع صفرين بضرب 14 ضرب 4 بيطلع 56. تمام. ننتقل للجزء اللي بعده. أجد كل مما يلي. 1% من 90 كيلو متر بحكي 90 ضرب 1/100 بيروح صفر مع صفر بضل عندي 9/10 الجواب. هون 200 ضرب 13/100 بيروح صفرين مع صفرين بيطلع عندي 26. 50 ضرب 20/100 بيروح صفرين مع صفرين صفرين ب10. 150 ضرب 60/100 بيروح صفرين مع صفرين. 15 ضرب 6 90. 10 ضرب 2/100 بيروح صفر مع صفر صفر عندي 2/10. هون 5000 ضرب 9/100 بيروح صفرين مع صفرين. 50 ضرب 9 450. تمام. تمام. يلا نشوف إذا لسه ضايل أسئلة بأستعد. لا، خلصنا. لا تنسى تعمل لايك ولا تنسى تعمل اشتراك. بستناكم الحصة الجاي. كل الحب كل الاحترام. إلى اللقاء.